يا هلا ومرحبا بكل الشخصيات الرياضية المشاركة والمتابعة معنا في هذا الفيديو. سوف نتحدث عن مباراة منتخبنا الوطني للناشئين، حيث يلعب منتخبنا من أجل البقاء في البطولة أمام المنتخب الإماراتي في مباراة مصيرية لا تقبل القسمة إذا ما أراد منتخبنا البقاء في البطولة بعد إن خسر منتخبنا مباراة الجولة الأولى أمام قطر بهدف، بعد إن أضاع منتخبنا أكثر من هدف. لذلك مباراة غدا هي مباراة قد تكون الأهم، ومن أجل إثبات الذات والعودة إلى البطولة رغم التحضيرات السيئة وانعدام المعسكرات والمباريات الودية وقلة الخبرة لدى اللاعبين الذين ما زالوا في بداية المشوار ولم يسبق لهم لعب أي مباريات رسمية. ومع ذلك نراهن على مواهبنا التي دائما ما تبدع وتتغلب على الظروف، لأن الأساس في عالم كرة القدم هي المواهب. كل المنتخبات الخليجية تمتلك كل الإمكانيات والدوريات والمعسكرات الخارجية، ونحن دائما ما نتسلح بالمواهب والجماهير اليمنية ناكهة البطولة. نتمنى أن يكون اللاعبين في كامل الجاهزية وأن تسعفهم اللياقة البدنية حتى آخر دقيقة، ونتمنى أن نشاهد منتخبنا يلعب بصورة مغايرة وأن يتمكن من التسجيل مبكرا، لأن عامل الوقت راح يدخل لاعبين في إحباط، لأن المنتخب الإماراتي راح يلعب بأكثر ثقة وربما يلعب من أجل الفوز أو التعادل بعد تحقيق الفوز أمام الأحمر العماني في الجولة الأولى. نتمنى من الاتحاد الخليجي ومن كل المشرفين على البطولة فحص جميع اللاعبين والتأكيد من الأعمار، لأن أغلب المنتخبات لا يوجد فرق ما بين منتخب ناشئين أو منتخب أولمبي بنفس القوة وبنفس البنية الجسمانية. بالتوفيق والنجاح إلى منتخبنا الذي دائما ما يدخل في كل بطولة متوكلين على الله وعلى مهارة لاعبينا في صناعة الفارق، وبالجماهير اليمنية الذي لا يوجد لديها مثيل. لا نمتلك الإمكانيات والأكاديميات أو مدربين من أسبانيا أو البرتغال، نمتلك أجيال متواصلة من المواهب الذي لو توفرت لديهم أبسط الإمكانيات لنافسوا منتخبات أوروبا. لذلك مباراة غدا قد تكون الأهم والبوابة الرئيسية من أجل البقاء في البطولة. نتمنى من اللاعبين التركيز واللعب بنفس الرتم العالي خلال الشوطين، وأن يتمكن منتخبنا من التسجيل مبكرا، لأن التأخير في التسجيل كما تحدثنا سابقا راح يصعب المهمة. المنتخب الإماراتي يلعب بثقة كاملة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى. كلنا على ثقة وأمل من تجاوز عقبات المنتخب الإماراتي والبقاء في البطولة، نتمنى ذلك.